مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوني فيه. كتير قوي ببقى نفسي أعمل قناة على اليوتيوب وأبدأ رحلة تقريبا، رحلة من التعافي، لأني أنا بتعافى بالفيديوهات. وحاسة بيك دلوقتي يعني. توقع كده وأنت بتتفرج عليا، أنت قاعد في أوضة مظلمة شوية، نورها منخفض، حاطط سماعات في ودنك عشان تهرب شوية من دوشة العالم. أنا مش جاي أقولك هنعمل إيه، ولا عندي جدول شرح طويل بفرضه عليك، ولا حتى جاي أعلمك حاجة جديدة. كل الحكاية إني كنت قاعدة لوحدي ولقيتني بتكلم مع نفسي بحاجات كتير أوي بتعدي عليا طول الوقت، موجودة في دماغي. أتوقع هي موجودة عندكم انتوا كمان. فكرت ليه ما يكونش لينا مكان شبهنا، مساحة أمان، نقعد ونحكي سوا ونبعد عن دوشة العالم اللي حوالينا، نرغي في كل حاجة جوانا بجد، من غير تصنع، من غير ما نكون مجبرين نطلع أحسن صورة طول الوقت. بيني وبينك كده، كم مرة حسيت إنك ماشي في طريق طويل لوحدك؟ كم مرة رجعت بالليل وإنت حاسس بضغط بس مش عارف تفسره؟ بنجري كل يوم ورا الشغل أو الكلية أو محاولة إننا نثبت نفسنا، ونسينا إننا بني آدمين بشر، من كتر ما بنحاول نكون بيرفكت. أنا فتحت المكان ده عشان نبقى قاعدين مع بعض طول الوقت سوا، قاعدين بنشرب حاجة سخنة بالليل، أو نفضفض براحتنا، نتكلم في حاجة بتعدي على بالنا، في الضغوط اللي ساكتين عليها، إحساس إننا تايهين طول الوقت، الأوقات اللي بنحس فيها إننا مش لوحدينا بس محتاجين حد يفهمنا من غير ما يحكم علينا. لو أنت زيي وساعات بتحس إنك محتاج مكان ترتاح فيه، مكان تلاقي فيه كل كلمة تطبطب على قلبك من غير مجاملات، كنت في المكان الصح. اطفوا نور العالم بره، سيبكم من أي هموم دلوقتي، من غير مقدمات. اعتبروا صاحبتكم اللي قاعدة قصادكم، ويلا بينا ندردش سوا.